بس مسألة غيرة وحقد وغل وحسد من الفنانين عشان هم أسيادك. فلو في مشخصاتي يبقى أبوك، لو في مشخصاتية تبقى أمك. جيبوا فلوس منين وانتوا قاعدين عيلة؟ مش عاجبكم ان احنا بنمثل ومعانا ملايين وعايشين في فيلل وبنخش كمان التيك توك بناخد ده؟ مش عاجبكم؟ طول عمري مقتنع انه ايه الواحد يكسب الفلوس اللي انا بكسبها عشان بحبط كلمتين واروح اقولهم قدام الكاميرا. مش مقتنع ان دي فلوس حلال. ده تعبكم؟ ده مزعلكم؟ ازعلوا اولعوا. هو اي حد يرمي اي حد بالباطل يتصدق؟ طب وانتم مصدقين مروه قوي كده ليه؟ وعاملين هنا كده كلنا مروه كلنا مروه. بص التعليق كلنا مروه، مصدقينها قوي ليه؟ ولا انتم نفسكم تصدقوها؟ صدقوها ولا فارق. لما بشوف الناس اللي حواليا اللي تعبان واللي عبقري واللي بتاع واللي ميت من الجوع وبتاع، اقول انا عشان بعمل بلياتشو قدام الكاميرا يقوم يدوني بتاع المبالغ الفظيعه دي. ان الفلوس دي مش رزقي انا، رزق الناس اللي حواليا واللي بيستنفعوا من الفلوس بتاعتي. فانا بحب اصرف الفلوس لان عشان ايه؟ تتوزع على ايه؟ على الناس اللي يمكن ده رزقهم، ربنا بيبعت لي رزقهم عن طريق من خلال. وهيبقى العواطف هتبقى محدوده ومش زي الاول، لان كل ما المدنيه بتكتر وكل ما الناس بتكتر وكل ما سبل الرزق بتضيق كل ما العواطف بتقل. فانا متهيألي العواطف هتبقى عواطف آلية برضه. طب تفتكر الفن هيبقى شكله ايه؟ هيبقى آلي برضه، هيبقى كله بالمكن يعني هتبقى مسألة ميكانية. مش هيبقى فيه فنانين ما هو اصل الفن ما يتودكش، يعني الفن ما بقاش موجود غير في وجود العواطف. كل ما في عواطف، العواطف هي اللي بتولد الفن. تعالوا نرجع مع بعض بالزمن شوية، يعني من الستينات كده الشارع المصري كان عايش حالة تغيير كبيرة من اقتصاد وسياسة بعد نكسة 87. الناس كانت بتدور على اي حاجة تخفف عنهم وسط الاجواء دي، زي السينما والمسرح كانوا المنفس الحقيقي ليهم وبقوا زي المراية اللي الناس بتبص فيها وتلاقي نفسها جوه الحكايات اللي بتتعرض. وقتها الفن خد نقلة تانية خالص جوه وجدان كل مواطن، والإحساس ده اتأكد أكتر من الثمانينات والتسعينات، لأن اللي كانوا بيطلعوا على الشاشة مش مجرد ممثلين، دول كانوا شبههم، ناس من لحمهم ودمهم، زي نور الشريف اللي كان بيعيش المواطن المصري الواقع بتفاصيله، وأحمد زكي اللي جسد مشاعر الناس كلها، وفريد شوقي اللي كان رمز القوة والجدعنة، وعمر الشريف اللي بقى واجهة مصر المشرفة قدام العالم كله. وجودهم على الشاشة ما كانش لمجرد التمثيل، دول شايلين على كتافهم حكايات الناس وأحلامهم ومسؤولية كبيرة. لا، قيم وعادات وعرف وأصول. مهنة في أي مهنة في الدنيا تفقد قيمها وأعرافها وأصولها تنهار أو تصبح مهنة غير محترمة. أنا عمري ما بصيت لحاجة اسمها شباك، بعمل فن. الجماهير بتاعنا واعية وناصحة، والفن السليم بيبقى تجاري أكتر وبيعيش أكتر وبيمد في حياة الفنان أكتر. وبعيد عن الكاميرا والأضواء كان في درس تاني بيتقدم من غير ما يتقال، يعني تقدر تتعلم منهم احترامهم لبعض وتتعلم ازاي الأخلاق كانت أساس التعامل بينهم. أستاذ نور العظيم، العفو، الله يخليك. دايما شايفه بياخد خطوات عظيمة حقيقة. الله يخليك. بس بصيت له كده قلت له هتبقى حاجة مهمة. فاكر يا نور؟ ومفيش الغل والنفسنة من بعض زي ما بنشوفها دلوقتي. تكون أمنية من أمنياتي إن أنا أبقى زي فريد الأطرش. ومع احترامهم لبعض كان في تواضع وحب للجمهور غير طبيعي. I love you جتام فرد. هقول حاجة دلوقتي بس ما حدش يعرفها. بحبكم بالصيني تشي تواني، وكل سنة وانتم طيبين، وبحبكم 10 مرات. بس احنا دلوقتي في الألفينات مش عايشين في أيام زمان. دلوقتي بنلاقي الصورة معكوسة تماما، بدل ما يكون الفنان لسان حال الجمهور بقى هو اللي حمل عليهم، وبقينا بنشوف اللي بيطلع يعرض أملاكه وعربياته وفلوسه على الجمهور اللي هم أصلا السبب في نجاحه، كأن الرسالة بقت بصوا احنا فين، مش احنا معاكم. ابعد يا لحوش ما تقربش، بدي دعوة تعزيك انتوا لون وانا لون. وبنشوف كمان اللي مش هاين عليه يقف دقيقة واحدة يسلم على واحد من جمهوره، ذنبه الوحيد انه بيحبه ونفسه يسلم عليه. يقوم بصفع احد المعجبين بيه. حضرتك عامل ايه؟ ممكن ناخد حاجات بتبين قد ايه العلاقة بين الممثلين والفنان بقت بعيدة قوي. وغير كده الخناقات والترندات بقت العنوان الكبير، تصريحات خارجة ومشاكل معلنة عن حياة الفنانين. كان هيقتلني، وكان ممكن دلوقتي يبقى موجود في السجن في قضية شروع في قتل، وخسرت
جزء من جسمي. كلام كبير طبعا. عايز اقول بس ان الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه ده مش تمام. والسوشيال ميديا بقت مسرح مفتوح للخلافات بدل ما تكون رسالة لفنهم. اللي هيقل من ممثلة او من صديقة او من اخت في البرنامج، انا لو قلعت اتحسر كل كلمة بيقولوها الخدامات اللي عندك انا اللايف في 1000 وانا ما اقبلش كلمه على اي حد. وهنروح بعيد ليه؟ عندك دلوقتي بدرية طلبة، اكبر مثال على اللي وصلنا له، طالعه بكل ثقه تهين الشعب المصري بكلمات فيها اهانه كبيره. مساله غيره وحقد وغل وحسد من الفنانين، فلو في مشخصات يبقى ابوك، لو في مشخصاتيه تبقى امك. وكمان بتتعالى بفلوسها اللي هي بتاخدها منهم. هتجيبوا فلوس منين وانتوا قاعدين عيله؟ مش عاجبكم ان احنا بنمثل ومعانا ملايين وبنخش كمان التيك توك بناخد ده؟ في حين لو رجعنا لكلام نور الشريف عن ثروته هنعرف مين اللي المفروض يتكلم ونسمع منه. مقتنع انه ايه الواحد يكسب الفلوس اللي انا بكسبها عشان بحبط كلمتين واروح اقولهم قدام الكاميرا. مش مقتنع ان دي فلوس حلال. وكملت باهانات اكبر انها بتطلع الفلوس اللي بتاخدها من التيك توك للجمعيه الخيريه بتاعتها. بدل ما نطلع لله من جبنا الخاصه ويطلع من التيك توك من دقنه وفتله. ده تعبكم؟ ده مزعلكم؟ ازعلوا اولعوا. هو اي حد يرمي اي حد بالباطل يتصدق؟ طب وانتم مصدقين مروه قوي كده ليه؟ وعاملين هنا كده كلنا مروه كلنا مروه. بصي التعليق كلنا مروه، مصدقينها قوي ليه؟ ولا انتوا نفسكم تصدقوها؟ صدقوها ولا فارق. اللي عملته بدريه خلتنا كلنا نتعجب من الحال اللي وصلنا له، لكن طبعا مصر بريئه من كل النماذج المسيئه دي. تعالوا بينا نشوف مع بعض ازاي بدريه هدمت كل اللي عملته وخسرت حب الناس في لحظه، ونعرف الحكايه بصورتها الكامله. في اسكندريه المدينه المشهوره بشهامه أهلها وأصالتهم وسحر بحرها، اتولدت بدرية محمد طلبة محمد عبد العال يوم 24 إبريل سنة 1968. كبرت بدرية وسط بيئة أصيلة مليانة جدعنة، وحافظت جواها على مشهد محفور في ذاكرتها لأهل منطقتها وولاد البلد وهم واقفين جنب بعض في الدقيقة قبل الفرح. وطريقة كلامها اللي مليانة حب واحترام ورقي، وحاجة علمتها من صغرها دروس كتير في يوم من الأيام. ومن اسكندرية اللي بتدي من روحها للفن والمبدعين، واللي طلع منها العالمي نور الشريف ومحمود عبد العزيز، وكمان اتربى فيها أحمد زكي. كبرت بدرية في اسكندرية وكبر معاها حب للفن والتمثيل من وهي صغيرة. في تانية اعدادي احنا هنعمل انتصارات اكتوبر، انت مش عارفة هتترمي هنا كأنك ميتة، فانا جريت ومت في الارض. ومن هنا عرفت ان التمثيل هو ده طريقها اللي هتكمل فيه، لكنها ما عرفتش تكمل تعليمها وما دخلتش ثانوي. لا، ايامها والدها كان مريض ودرست في حاجة اسمها معلمات لمدة 5 سنين، وما استنتش لحد ما تخلصها علشان تاخد خطوتها الاولى في العالم اللي كانت مغرمة بيه. فلقيتهم من اول سنة جايبين لنا مخرج جامد جدا. ده ايه الحظ ده؟ ويلا مسرحية لغة عربية، وانا بقى اي حاجة اشتغل. وبالرغم من انها كانت عايشة اجمل ايام حياتها، الا انها مرت بايام كانت صعبة جدا عليها من اول سن 17 سنة. ابتدى مرض عندي الغدة الخبيثة 10 سنين، لحد ما عرفت ان انا عندي حاجة أكلت جسمي خلت وزني 45 كيلو. فكنت بمر بأزمة نفسية اللي هو أنا فيا إيه. لكن وسط كل ده المسرح كان الجزء الحلو في حياتها، ومنه اتعرفت على شريك حياتها وهي عندها 18 سنة. طلبوني عندهم في الشركة أعمل مسرحية، وقابلتي أستاذ مصطفى؟ وقابلته وحصل بقى النصيب. وقتها كان المؤلف مصطفى سالم موظف في شركة إنتاج مسرحي، وبعد مقابلتهم ببعض اتجوزوا على طول وأنجبت منه بنتين. دخول زوجها في حياتها كان نقطة فارقة، مش بس على المستوى الشخصي لكن كمان على المستوى الفني. هو اللي آمن بموهبتها وشاف فيها حاجة مختلفة تستحق تطلع للنور، فقدمها في عمل من تأليفه وهو مسلسل برج الأبجدية الموسم الثاني. وطبعا فتح لها الطريق وبدأت تلاقي نفسها أكتر على خشبة المسرح، لكن كله كوم ومسرحية دوري مي فاصوليا سنة 2001 كوم تاني. لا انت عصبية ليه يا بيضة؟ لا الله لا ما تخليك فريش عشان وشك ما يكرمش. لا. وهي متفاعلة على المسرح مع سمير غانم شافها المخرج رائد لبيب اللي عجبه أدائها جدا، وكمان افتكر أدائها في مسرحية أنا ومراتي ومونيكا، واللي لفتوا أكتر إنها كانت عاملة جو على المسرح، فرشحها إنها تشارك في البرنامج الكوميدي حسين على الهوا سنة 2001. مديحة حاتم، حدائق القبة، القاهرة.
البرنامج اللي خلاها في حتة تانية وكان بوابة العبور ليها من المسرح للتلفزيون، ومن بعده بدأت تتعرف أكتر وتاخد فرص أكبر في الدراما والسينما. والمفاجأة هنا بقى إنها كانت حاسة إنها تعرضت للظلم في البرنامج ده، فلقيت نفسي ان انا هطلع طول الوقت صوت بس. بقيت اعيط وبقيت متضايقه وبقيت حاسه ان انا حقي راح وحاسه ان انا مش واخده حقي واني مش هتشاف، ودي اول حاجه في حياتي اعملها. وبعد البرنامج ده ظهرت بدرية لأول مرة على التلفزيون في مسلسل انسى اللي فات يا فرحات سنة 2002، ومن بعده شاركت في أعمال مهمة زي الرائعة التلفزيونية الحقيقة والسراب سنة 2003. طب اعملها كده وما تردهاش، ما تردش امي حبيبتي، وشوف بقى انا هعمل فيك ايه يابا. لكن أول مرة تشارك في السينما كان سنة 2004 في فيلم صايع بحر، على اساس انها واضح ان هي فعلا عاطفيه قوي قوي. وبدأت تعلم مع الناس جدا في الأفلام الكوميدية زي فيلم خالتي فرنسا. عالسلم فرنسا خبره. طب استنى فرنسا لما نطلع فوق وانا هقلعهولك. والسيت كوم راجل وست ستات سنة 2006، وتامر وشوقية 2 سنة 2007. والفيلم الأهم في مشوارها الفني كان هو فيلم لا تراجع ولا استسلام سنة 2010 مع أحمد مكي ودنيا سمير غانم وماجد الكدواني. بعد اذنك يا ناس اشجان اساليه كده اذا كان متاكد من اللي هو بيقوله ده. This boy is real. Yes, his bone structure is perfect. بيقول لك جمجمته لوز اللوز والشاسيه بتاعها حنين، هتطبع معانا على اي قالب وبسرعه. وبعده شاركت في أعمال كتير زي بنات العم سنة 2012 وغيره، وردود أفعالها في برامج المقالب علمت مع الجمهور زي ظهورها في برنامج الحكم بعد المزاولة لما طلعت عن شعورها أول لما عرفت إن البرنامج إسرائيلي. انتوا جايبيني يا ولاد عشان واحد اسرائيلي بره. وبرنامج رامز مجنون رسمي سنة 2020. لا احنا لسه عملنا حاجه لسه بقى. أثارت وقتها الجدل بأنها كانت على علم بالمقلب، وكان رد فعلها تمثيل. بجد يا أستاذة بدرية، وانت رايحة كنت عارفة ان ده مقلب ولا عارفة نص حقيقة ولا مش عارفة خالص؟ بيعمل فينا أكتر من كده رامز، ده سنين وسنين احنا واخدين على البلاوي بتاعته دي. وعلى مدار مسيرتها الفنية شاركت في أكتر من 180 عمل، لكن أغلبهم مجرد مشاركات عابرة وقليل اللي الجمهور فاكرينه، لكنها كانت شايفة نفسها في حتة تانية خالص. أنا في حتة واثقة من نفسي قوي فيها، تقدري تقولي مغرورة. بس محدش يقدر ينكر إنها عملت جو وسابت بصمتها عند الجمهور اللي بيحبها بإفيهاتها اللي علمت. حلوه قوي المسيره الصامته دي، ما فيهاش كلام، يعني كلها احاسيس ومشاعر، يعني تقفيش. ووقفوا جنبها في كل اللي مرت بيه لما اتهمها اخوها وليد طلبه انها سرقته. اخويا مسحور، اخويا موظف كبير جدا في الجمرك. وشافوا انها ست جدعه علشان واقفه مع طليقه اخوها واولادها، وفرحوا لها لما لقت عربيتها المسروقه بعد 6 سنين. هي صدفه حلوه، صدفه حلوه. هي صدفه حلوه وفرحه حلوه، حاجه فرحتني يعني. وسنه 2020 من كتر حب الجمهور ليها طلبوا ان صوتها يكون على موقع خرائط جوجل، لانهم شايفين ان صوتها هيرفع عنهم الملل، وبداوا يتخيلوا صوتها خلاص على جوجل. مفيش طريق يمين كلهم لو مؤاخذه شمال، سيب الروج وانتبهي للطريق يا جميله الجميلات، سيب اول يمين دربندح وخش في الغرزه الضيقه، كده معناها 1 دربندح و2 غرزه ضيقه، روح الهي تنسيت، هكذا هي تتكلم. وبسبب الحاح الجمهور بدات الاجراءات الحقيقيه تتعمل. قالت لي الهاشتاج ده محقق يعني ترند عالي جدا وفعلا عايزين نمشي في الموضوع. قلت لها امشوا ربنا يكرمكم معانا. قلت لها معاكم. جاي لي يعني الحمد لله مستثمر تقيل جدا عن طريق حد اعلامي معروف. وشافوا فيها جدعنه كبيره لما بتقف جنب زمايلها وبترد غيبتهم، بس كانت في العموم كانت بتقلب الدنيا بطريقه كلامها. انت بتروحي تعملي واجب وتجاملي زمايلك على صفحاتهم وتشتمي جمهورهم، بتشمري لهم. والله. طب خليكي في نفسك. لا بزعل على اصحابي قوي. وكمان بدات المشاكل تكبر اكتر في حياتها لما شاركت في برنامج نفسنا مع انتصار وهيدي كرم وشيماء سيف. البرنامج كان قايم على تمثيل النفسنا بينهم، لكن تقريبا كده النفسنا قلبت جد، وكل حلقه من البرنامج ما كانتش بتنتهي على خير، وبدات تحصل خناقات كتير، وكل ما شخصيه جديده تدخل على البرنامج بيقلبوا عليها. الغم بقى يطلع بره، كان ده حقيقي ولا ده كنتوا بتمثلوه؟ لا في ناس لما جت الغم بان. لدرجة ان بدرية ما حبتش وجود واحدة فيهم وطلبت انها تطلع من البرنامج. الكل توقع انتصار، بس هي ساعات دماغها بتلسع كده. انا عشان بحبها ببعد عنها. انتصار في العادي لا تطاق، ومن حبي فيها ببعد عنها عشان ما اخسرهاش. بس في الاخر لقيناها واحدة تانية. هي طالتني مع حبيبة، بس انا جبت من الاخر يعني، قلت لهم يا انا يا هي،
لاني انا ما ينفعش اكون موجوده مع حد انا مش حابه اكون موجوده معاه. ما لما واحده تتطاول على زميله ليا يبقى هيجي في يوم تتطاول عليا، وده فعلا حصل. فقلت لهم لا ما ينفعش. لكن حبيبه ما سكتتش وردت على كلام بدريه عليها وبينت اللي بيحصل من ورا الجمهور. انا كنت دايما بشوف ان ده بيبقى جزء من نجاح البرنامج، يعني انت عايزه دايما المشاهد يبقى فعلا يخش جوه حالة البرنامج. ودلوقتي بدرية قضت على نفسها بإيديها. القلبان عليها حصل لما دخلت نفسها في حوار محدش جاب اسمها فيه، وهي مشكلة وفاء عامر واتهامها من مروة بتجارة الأعضاء. وفاء عامر نفسها ما طلعتش اتكلمت ولا ردت على أي اتهامات موجهة ليها، وسابت الموضوع في إيد القضاء المصري. لكن بدرية قررت تكون المحامي بتاع وفاء عامر وطلعت تدافع عنها، ومع إن كتير من الفنانين دعموها ببوستات عادي، إلا إن طريقة بدرية كانت غير لائقة وغلطت كتير في كلامها. أنا عندي مؤسسة خيرية في اسكندرية، وفاء عامر عندها ناس قد كده في رقبتها، اللي يثبت كلامها ان مفيش حاجة من الكلام ده كله. وفاء عامر اكتر واحدة بتعمل الخير. بلاش انت يا مشخصاتية تتكلمي عن البلد. طيب انا هسيب امك هي اللي تتكلم على البلد. احنا السفرة بره، احنا اللي بنمثل بلدنا، مش اشكالكم. انتوا هتفضلوا تحت عشان انتوا مرضى نفسيين. وكلام غير ده ما ينفعش نعرضه. طبعا الجمهور اتفاجئ وكأننا شفنا وش تاني لبدرية طلبة، ويا ريتها سكتت هنا. ده لما دخلت نفسها في موضوع وفاء عامر ودفعت عنها بالطريقة دي، في ناس اتهموها انها بتتاجر في الاعضاء مع وفاء، وكمان اتهموها انها قتلت جوزها واخدت اعضائه. فده خلاها طلعت في لايف قالت كلام اسوأ وفي اهانة صريحة للشعب المصري. انا قاعدة في فيلتي، البسينة هو رايح، لا عشان اللي بيطبل بيكون محتاج، انا مش محتاجة. ووفاء عامر قاعده في فيلتها جنبي هنا في الساحل. هتجيبوا فلوس منين وانتوا قاعدين عيله؟ مش عاجبكم ان احنا بنمثل ومعانا ملايين وعايشين في فيلل وبنخش كمان التيك توك بناخد ده تعبكم؟ ده مزعلكم؟ ازعلوا اولعوا. وبعد كلامها ده اتقدم ضدها بلاغات من محامين، لكن النقابة اتدخلت قبل اي بلاغ رسمي وقدمت تحقيق معاها. لكن التحقيق ما هدهاش وطلعت تبين انها مظلومة في الحكاية. يتقبض عليا ليه؟ اجرمت في ايه؟ لا انا مش بردح يا حبيبة قلبي، انت شايفة راك عشان انت كده. لكن واضح انها مصممة على نهايتها، وحتى اعتذارها اللي نزلته ما خلاش الجمهور يعدي ليها الحكاية او ينسى اهانتها، والنقابة منعت تداول اي كلام عن المشكلة دي لحد التحقيق. اشرف زكي حب خلاص يا جماعه احنا حولناها للشؤون القانونيه في النقابه ونحقق معاها، وراح منزل الصوره دي، واعضاء النقابه عفاف رشاد وكلهم رافعين ايديهم موافقه على تحويلها للشؤون القانونيه. ونزل اخبار انها اتمنعت من التمثيل، لكن لسه ما فيش قرار رسمي. الحقيقه ان اللي بدريه عملته كله غلط من اوله لاخره. يعني اول حاجه اتدخلت في مشكله مش بتاعتها زي ما دافعت عن ياسمين عبد العزيز، والنتيجه ان ياسمين بعدها ما حضرتش عزاء جوزها، وبنفس الشكل وفاء عامر ولا حتى وقفت جنبها. يعني بدرية هي اللي رمت نفسها في النار. وفوق كل ده بدرية نسيت تاريخها ومسيرتها الطويلة، وبقت كأنها شخصية على الكاميرا مختلفة تماما عن اللي براها، وطريقتها في الكلام عن أعمالها ظهرت غريبة، وده خلى الناس تشوفها بشكل ما كانش في صالحها خالص. بيبسي واتصالات وبريل والهلال والنجمة وفودافون وحملة من الأمم المتحدة. أنا حبايب قلبي مش هقول أنا كومبارس، بس عملت كل ده. انا كومبارس، صوتي على بابجي. مفيش موسم من مواسم الرياض ما رحتهوش، مفيش دولة عربية ما اشتغلتش مع الكبار النجوم فيها. لا انا اطلع بعين قد كده دافع عن نفسي. وكلامها كله استفزاز، وده خلى الجمهور يطلع عليها اشاعات تضايقها بانها كانت بتشتغل خدامه عند حسين الامام وزوجته، وبدل ما تهدى وتطنش طلعت ردت بطريقه هجوميه جدا. انت شفتيني فين يا حبيبه قلبي وانا بخدم في بيت الاستاذ حسين الامام؟ كاتبها في مذكراته وسابها لك؟ ايه اللي افترى ده؟ انا كنت شغاله خدامه عند حسين الامام، يا ريت ارد له جميله، يا ريت. لكن لا، أنا كنت مدرسة في اسكندرية وسبت المدرسة اللي كنت شغالة فيها عشان أجي مع جوزي اللي أنا قتلته. وشافت إن كل الناس جايين عليها، بالذات في حتة إنها ما كانتش واقفة جنب جوزها في فترة مرضه، وسابته شهور وسافرت علشان تكمل شغلها بره، ومات من غير ما تشوفه، وبعد موته ما خلصتش العزا وخرجت تكمل شغل، وبرضه ردت على الكلام ده رد غريب منها فيه استهزاء بتشريعات الدين. وبعدين إيه بقى اللي هو أنت مش زعلانة؟ والعدة عدة إيه؟ العدة في الشنطة، أنتوا بتستعبطوا. عدة ايه؟ عدة ايه؟ عايزين نقعد في بيتي؟ لكن اللي واضح من كل ده انها كانت كده من الاول، لكن محدش كان واخد باله، واللي حصل طلعها عن شعورها وخلاها طلعت كل حاجة. ايه اكبر خطيئة بتخاف منها بدرية طلبة؟ الغرور.
لان اللي عايز يشتبك معايا نفسه يبقى مشهور، فانا مش منوله له دي، عايز يركب الترند يعني. ايوه. خصوصا ان فنانين كتير طلعوا فرحانين في بدرية واللي بيحصل لها، وبالذات الكلمة اللي طلعت عليها وهي انها كومبارس، واكتر واحدة فرحت فيها هي عايدة غنيم واللي جابت لها تسجيل باهانتها ليها. احمد يا عاشور، لا هتشوف ايام اوسخ من شعر راسك انت والكومبارس مراتك اللي بتقول عليها نجمة وكل شوية عرفنا باخبارها الكومبارس. والمشكلة أصلا ما كانتش مع عايدة، دي كانت مع جوزها إنه صاحب فكرة فيلم رايا وسكينة وهم سرقوها منه وعملوها مسرحية، فبدرية نزلت عليه هو ومراته بالشتايم، فعايدة رفعت عليها قضية. يعني انت رفعتي قضيه لما اترفض الاعتذار، لما اترفض ان هي تعتذر وكده، فقلت لهم طب خلاص، فلقيت ان انا حقي ما حدش عارف يجيب لي حقي. والايام تلف ومصر كلها تقول على بدرية كومبارس، بس اللي بيحصل اليومين دول مش بس صدمة من حكاية بدرية، لا ده كمان من اللي بنشوفه حوالينا ومن اللي وصلنا له. يعني مع المشكلة دي شفنا كمان اهانة للجمهور من احمد عبد العزيز لما طنش واحد من معجبينه وكان عايز يسلم عليه. ايه حضرتك؟ عامل ايه؟ ممكن ناخد. والغريب انه اللي طلع متضايق في الاخر ان الموضوع طلع ترند وقرر انه هيحاكم اي حد هيضايقه. يعني انا كلفت المحامي انه يشوف الحاجات دي ومن تجاوز يتخذ معاه الاجراءات القانونيه. ومش بس كده، ده احنا بقينا بنشوف حاجات غريبة على التيك توك اللي شوه صورة مصر قدام العالم كله. انا لو قلقت يا جماعه اتحذر الرقاصة لو في طريقها إلى الكباريه ماتت فإنها شهيدة يا ابن البيت. والفنانين المصريين اللي بيظهروا يتسلوا فيه خلوا راسنا في الأرض. كفايه ان انت تقول لهم يا بس انا مرضيه. لو سمحتوا يا شباب، اي كومنت ملوش لازمه يا حبيبي، بعد اذنكم بلاش، بعد اذنكم. اللي هيقل من ممثله او من صديقه او من اخت في البرنامج. ومن هنا يجي السؤال، يعني الجيل الجديد هيتعلم ايه من اللي بيشوفه، ويتعلم البلطجة والضرب من افلام محمد رمضان، ولا الشتايم والالفاظ الخارجة اللي بقت في كل حتة؟ ده حتى اقل حاجة المفروض تكون موجودة هي احترام الجيل الجديد للجيل القديم واعترافهم بفضلهم، لكن حتى ده ما بقاش موجود. واخر حاجة شفناها هي اهانة آية سماحة وتنمرها على مشيرة اسماعيل وطريقة كلامها خلتنا مش فاهمين في ايه. ده حتى مشيرة طلعت بتتعجب من الكلام. انا ما عملتش حاجه اتشتم عليها، يعني هو يشتم بيشتم، حسابه مع ربنا اللي يشتم، وربنا ما بيسيبش حد ابدا، ما بيسيبش حق حد ابدا. وبنتها برضو بينت انها اتاثرت قد ايه من اللي بيحصل. الناس اللي بتقعد تشتم كتير او تغلط في حد، سواء فنان سواء اي شخصيه عامه، انتوا بتغلطوا او بتجرحوا معاه ناس كتير قوي حواليه، اولاده بقى، عيلته، اصحابه، والناس القريبين منه. وبالتالي اللي احنا شايفينه ده ملوش تفسير، الا ان الفنانين دلوقتي بقوا مهتمين بحاجة واحدة، وهي انهم يجمعوا اكبر قدر من الفلوس ويجروا ورا الاضواء. وكفاية اللي بنشوفه في المهرجانات دلوقتي واي مناسبة عموما، وده خلى عمر الشريف مش مصدق اللي وصل له المجتمع. يجيبوا دايما واحد اورج او حاجه كده والستات بقت تقوم ترقص. زمان ما كانش حد لو شفت امي بتقوم ترقص كنت اتجنن حاجه كده. وكله كوم، والعري اللي بقى فاضح جدا دلوقتي كوم تاني. لابسه فستان في عري، اقول ليه؟ يعني القيمه الفنيه الكبيره قوي دي ليه تتحرك؟ والتنازلات اللي بنشوفها كل يوم غير متوقعه، زي مثلا اللبس اللي بنشوفه في حفلات احمد سعد ومحمد رمضان. عصير انا مش بشرب. طبعا ده بالنسبه لهم نوع من الشو علشان يلفت الانتباه ويجيبوا فلوس اكتر. انه يرقص له رقصتين حلوين، دي نجوم، دي بتحقق له نسبه فلوس ودعايه وناس وبتتفرج واغنيه بتفرقع وبتكسر الدنيا وبقى نجم. بالنجوميه اللي احنا بنتكلم عليها دي خلاص اوكي. يعني البلد بتقع بكل معنى الكلمه ومن كل الجهات. في اي مهنه في الدنيا تفقد قيمها واعرافها واصولها تنهار وتصبح مهنه غير محترمه. وده نفسه كان توقع عادل إمام عن الفن والحياة عموما مع تطور التكنولوجيا اللي بنشوفه دلوقتي. هيبقى العواطف هتبقى محدودة ومش زي الأول، لأن كل ما المدنية بتكتر وكل ما الناس بتكتر وكل ما سبل الرزق بتضيق كل ما العواطف بتقل. فأنا متهيألي العواطف هتبقى
عواطف آلية برضه. طب تفتكر الفن هيبقى شكله ايه؟ هيبقى آلي برضه، هيبقى كله بالمكن يعني. وفي النهاية يمكن يكون أصعب سؤال محتاجين نجاوب عليه مش هو احنا خسرنا الفن ولا لأ، لكن هو لسه جوانا الاستعداد نستقبله زي زمان. يمكن المشكلة مش بس في الفنانين اللي غيروا جلدهم، يمكن كمان فينا احنا كجمهور اللي بقينا ندور على الفضيحة والترند أكتر ما بقينا ندور على القيمة. الفن عمره ما كان مجرد شوية مشاهد أو أغنية تتسمع وتعدي، الفن كان بيبني وجدان أمة، ولو فضلنا سايبينه يضيع في دوامة الاستعراضات والسطحية يبقى مش هو اللي خان رسالته، احنا اللي سمحنا له يضيع. فهل لسه في أمل يجي يوم ونرجع نشوف فن يخاطب عقلنا وقلبنا زي زمان، ولا هنفضل نتفرج على مراية مكسورة تعكس لنا واقع أبعد ما يكون عن الحقيقة؟ السؤال مفتوح والإجابة ليكم.